مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. وفيلمنا النهاردة فيلمنا النهاردة الفيلم النادر أولادي، فيلم من مفقودات السينما المصرية. تاريخ العرض 1 أكتوبر 1951. مدة عرض الفيلم 110 دقيقة، يعني ساعتين إلا 10 دقايق. عمر الفيلم 73 سنة. إخراج وتأليف عمر الجميعي. قصة وسيناريو وحوار عمر الجميعي. أما عن طاقم العمل فهو من بطولة مديحة يسري، شادية، زكي رستم، عبد العزيز أحمد، محمد توفيق، كمال حسين، زينب صدقي، عزيزة حلمي، رشدي أباظة، جمالات زايد، عبد المنعم بسيوني، بيبة إبراهيم، زوزو شكيب، وشريفة فاضل. أما عن قصة الفيلم أما عن قصة فيلمنا فبتدور أحداث الفيلم حوالين راجل موظف، ممكن نقول إنه لا غني أوي ولا فقير أوي، متوسط الحال. كان متجوز واحدة بيحبها حب جنون. كان عنده منها 3 أبناء، ولدين وبنت. الأكبر كان عنده 10 سنين، أما الولد التاني كان عنده 8، والبنت الصغيرة كان عندها 7 سنين. وكان بيحب مراته حب عبادة، وهي كمان. عدت فترة طويلة، وبعد كده جالها مرض خطير وماتت. فما كانش على الراجل غير انه يقفل على بيته ويربي عياله، وجاب خدامة علشان تقدر تشوف طلبات عياله، وهو في الشغل تعمله أحسن أكل وأحسن حاجة، وتعامل الأولاد أحسن معاملة. وأول ما يجي تتعامل معاه بطريقة مختلفة، تحاول تثبتله إن هي مراته مش الخدامة بتاعته. تحت أمرك يا بيه، اللي انت عاوزه يا بيه، عيالك دول في عينيا يا بيه. نصبت عليه شبكها لدرجة ان هي خلته مش شايف غيرها، واتجوزها بعد اقل من 80 يوم من وفاة مراته. وبالفعل قال اجيب واحدة تانية تربي عيالي احسن ما انا مش عارف اتصرف، والست دي هي الوحيدة اللي هتقف معايا، لان هي بتحبهم حب عبادة. واول ما اتجوزها من هنا راح الشغل من هنا، وهي بدأت الوش التاني. خلت البنت بقت هي اللي تكنس وتمسح، والولد بقى يروح السوق يجيب لها الطلبات. منعتهم يروحوا المدرسة، بدأت تلسعهم بالنار، وهكذا. وربنا ما يوريك اللي كان بيحصل لهم. المهم، كانت العيال بتشتكي لأبوهم أول ما يجي. هو طبعا ما كانش بيرضى، وكان بيقول عليهم كدابين، لأني قدامه كانت بتعاملهم أحسن معاملة تماما، وعايزة تثبت له ان اي حاجة اولادك هيقولوها لك كده. هما بيفتروا عليا، هما مش عايزينك تتجوز، مش عايزينك تتجوزني انا بالذات. هو انا عشان خدامة؟ هو انا عشان بسيطة؟ انا عشان على قد حالي؟ ما انا لو كان معايا فلوس، وهكذا. المهم، الخدامة دي قررت ان هي تسرق جوزها بعد 3 شهور من الجواز وتختفي. ازاي؟ الشكمجية بتاعت مراته الأولانية
كان عندها حتتين دهب كانت شايلاهم للزمن. عثرت فيهم وقررت ان هي تاخدها وتهرب هي واخوها وتسيبه هو وعياله يصطفوا. اول ما قررت تعمل كده اخوها طمع وخد الشكمجية لوحده ومرضيش يديها حاجة وقتلها. الست وهي بتموت البوليس جه وقال لها مين اللي قتلك. طلعت وهي بتطلع في الروح قالت له البنت الصغيرة دي هي اللي ضربتني بالسكينة ولبست التهمة. عدى الوقت وعدى كل حاجة ومفيش دليل واحد يثبت ان اخوها هو اللي قتل. بالصدفة وفي يوم من الايام وبعد مرور شهر تقريبا والبنت مرمية في السجن بيحاولوا يحققوا معاها وكل شوية تاخد 15 يوم في 15 يوم. والراجل ما بقاش مصدق ولا عارف يعمل ايه والدنيا كلها عمالة تتقفل عليه. وبالنسبة له ان بنته قتلت الست الوحيدة اللي كانت واقفة معاه. بيدور ملقاش الشكمجية بتاعت مراته الأولانية فقعد يفكر ايه اللي حصل. مفيش اي حل والولدين التانيين ما شافوش اي حاجة. لقى في درج الدولاب اللي كان فيها الشكمجية حتة قماشة مقطوعة من اللي خد الشكمجية لأن والدرج بيتشد كان فيه مسمار شبكت في حتة قماشة في الهدوم علشان تثبتله مع الوقت اني مش انا اللي خدت الشكمجية، ده شخص تاني. خد حتة القماشة وراح على القسم على طول يبلغ ان الشكمجية ضايعة وبالتأكيد الشكمجية دي السبب في موت مراته وان بنته بريئة وان القماشة دي هي اللي حصل ده كله. القماشة دي لقوها فعلا عملوا لها عملية تحليل لقوا الخلايا اللي موجودة عليها وشوية البصمات اللي موجودة عليهم وموجودة على الدولاب على الدرج بالذات بصمات مطابقة جدا لأخوها وإن أخوها مع الفترة دي كلها مهربش لأنه قال لا يمكن يجيبوني لأن هي مرضتش تفتن عليا وقالت على البنت الصغيرة. وبالفعل عملوا تطابق للبصمات ولقوها متطابقة جدا واترمى في السجن. وحكى الحكاية بالتفصيل ان هو واخته كانوا متفقين ان هم ياخدوا الشكمجية ويهربوا وان اخته وهي بتجيب الشكمجية مرضتش توريله الطريق ولا المكان وقالت له بالنص انا اللي هاخدها وامشي وانا اللي ضحكت على الراجل لوحدي وانت ما عملتش اي حاجة فمش هتاخد منها ولا حاجة. وخدت الشكمجية وخبتها. هو كان بيراقبها وعارف المكان بتاع الدولاب وعارف انهي درج بالظبط فيه وسابها على عماها. واول ما دخلت خنقها وراح ضربها بالسكينة وخد السكينة معاه علشان يخفي البصمات ودخل خد الشكمجية وسابها تطلع في الروح. وانتهى الفيلم نهاية غريبة ان الراجل عرف قد ايه عياله اهم حاجة عنده وان ما ينفعش يتجوز تاني ولا يأمن لواحدة تاني علشان عياله والراجل تم اعدامه. شكرا جدا.